ياب رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد خطير خطير خطير. مثل ما كلياتنا عم نشوف على السوشيال ميديا، التيك توك حرفيا صار بخطر على الاطفال ولكل الناس اللي عمرهم تحت 18 سنة. كل ما اجى واحد غبي على الدنيا عم ينزل حرفيا تطبيق التيك توك وعم يصور عليه. بهذا الفيديو رح نحكي عن اكثر من قصة لازم ينحكى عنها من زمان بالتيك توك. فبتمنى لو ما بتشترك بالقناة تنزل تشترك بسرعة مشان نوصل 1000 مشترك قبل العيد. واخر وحدة اهم وحدة، فكمل المقطع للاخر كتير ضروري. طيب خلينا نبدأ بأول شي واللي هن دكتور فود وجوعانة. لو تعرفوا دكتور فود اللي هو جوني تزوج مع هو مسيحي بس هي مسلمة، بس شلون زبطت معهم ما بعرف. حرفيا بعد ما تزوجوا خربوا التيك توك وصارت فيديوهاتهم جدا بشعة. دكتور فود أنا عطشانة. دكتور فود أنا زهقانة. دكتور فود أنا بردانة. دكتور فود أنا جوعانة. دكتور فود جوعانة. وعنا كمان هلا ابو صلعة نازل على السوق جديد، عم يضرب الترند. ابو صلعة بالسوق، بزنس مان، كريبتو. حرفيا الزلمة يا هو مجنون يا هو مجنون، واحد من الاثنين. فاختاروا اكتبوا لي بالتعليقات هو مجنون ولا مجنون. يعني ما بعرف شو بدك من العالم. خلاص فهمنا انك زنجيل، فهمنا انك مليونير، فهمنا انك تزوجت وحدة ما بعرف مين. خلاص أنا كيف كنت قبل ما أبلش بهذا البزنس. شوفوا هذا المقطع. أنا ما يئست، أنا ما وقفت. أقسم بالله يا أخواتي، روح اشتغل بالهد ولم ورد ارجع. حب وأخصى، رد روح لم وارجع، رد أخصى، رد روح لم وارجع واشتغل لحتى تعلمت صح وصرت أربح. والله العظيم الشيء اللي خلاني كمل كنت دائما أقول لحالي ما في ناس مع ملايين من وراء الفوركس. إيه معناتها أنا كمان يعني من الآخر ما حدا حيسجل كورسك ولا حدا يرد عليك. الزلمة المقطع نفسه حرفيا صار نزله أكتر من 20 مرة، كل مرة بيحكي عن نفس قصته إنه هو كان فقير بسوريا وإجا لهون وصار يشتغل بالحرام وصار يطلع مصاري من الكريبتو وصار ملياردير وصار زنقيل. جدا عم يستفزوني، فاضطريت أعمل هذا الفيديو بس هيك لأرتاح نفسيا. طيب وصلنا لعند تقريبا آخر شي اللي هو هدول الثلاثة. حرفيا تمادوا كتير عن حدهم. ما بعرف شو هني، الوانا مش الوانا، انا مش عارف مشان ما حتزنبع على حالي يعني. عم يعملوا شغلات كتير غبية، وانا المتفاجئ منه انه في كتير ناس بيحبون. يعني حرفيا ديك المرة كان فاتح لايف كان عنده اكتر من 15,000 واحد. انا متفاجئ ونزلت عندهم مقطع بحسابي التيك توك حكيت عليهم وكتير ناس وقفت ضدي. انا مالي عارف يعني كلهم هيك اغبياء وكلهم الوانة. ولسه في واحد دارج هلا باغانيه اسمه الشامي، اغانيه عبارة عن حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ما بعرف حسيت حالي جدا مقهور منه، جدا زعجوني، فحبيت انزل بهذا المقطع واحكي عليهم. لقيته خلاص استفزوني كتير. طبعا حبايبي هذا هو انستغرامي، راح تلاقوه بالتعليق المثبت، بس من التعليق المثبت او من الوصف. يمكن ما تحسنوا تروحوا دغري، فروحوا ابحثوا عنه بالانستغرام وروحوا تابعونا، احنا كتير ضروري. وبس والله كانت فكرة مقطعنا لليوم. اكتبوا لي بالتعليقات كتير ضروري شو بدكم انزلكم الفيديوهات الجاية. عم احتار كتير شو انزلكم، صار لي قاطع تقريبا 3 ايام ما عرفت شو بدي انزل ابدا. فاكتبوا لي بالتعليقات، لا تتخطى ابدا، انزل على التعليقات واكتب شو بدك، شو حابب اني انشر بالفيديو الجاي. واكتر تعليق رح يجيب لايكات رح نفذه بالفيديو الجاي، ورح تطلع تعليق بالفيديو الجاي. وبس والله كان معاكم سامي. لا تنسوا صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. سلام.